الزمالك رسميا بيعلن ان هو مش رايح ماتش بكره خلاص لسبب تكافؤ الفرص. الناس هتسال يعني ايه تكافؤ الفرص، او يعني ايه قصه الجدول، او ايه اللي انت مش فاهمه. انا فاهمه لك. لما تلاقي الاهلي لاعب الاسماعيلي المركز ال 12 ذهاب وعوده، ملاعب الجونه ذهاب وعوده المركز ال 13، ملاعب الاتحاد السكندري المركز التاسع ذهاب وعوده، ملاعب بلديه المحله المركز ال 16 ذهاب وعوده، وما لعبش بيراميدز خالص لا ذهاب ولا عوده، وما لعبش مودرن فيوتشر لا ذهاب ولا عوده، ولا لاعب البنك الاهلي لا ذهاب ولا عوده. اللي المطوشه اللي ممكن يخسر فيها نقط لا، مأجلين له الماتشين. شفت دوري في الدنيا كده في حياتك؟ الفريق لعب ماتش اتنين تلاتة اربع متوشة، يعني لاعب اربع متوشة تمن متوشة. ما هو الاسماعيلي رايح جاي، والجونه رايح جاي، والاتحاد رايح جاي، وبلديه المحله رايح جاي، وما لعبش اصلا بيراميدز لا رايح ولا جاي. ما لعبش مودرن فيوتشر لا رايح ولا جاي. ده كمان ايه؟ ده المفروض كان هيلاعب الزمالك وهيرجع يلاعب فاركو العوده، وبعد كده هيروح لاعب بطلائع الجيش ذهاب وعوده، وبعد كده بقى نشوف بيراميدز. ففهمت يعني ايه مبدأ تكافؤ الفرص؟ مفيش تكافؤ فرص. ماشيه على الاهلي. هات له الماتش ده، هات له ده الاخير، هات له ده ال 16، هات له ده ال 13، جمع نقط جمع نقط عشان لما تروح للبيراميدز تبقى عارف انت عايز ايه، رايح فين. رايح واخد خلاص الدوري، ولا محتاج ماتش، محتاج معرفش نحط لك ماتشين تانيين عادي. هيبقى اصلا ماشيه بالتليفون. ما هو بص يا كابتن، لما كابتن عامر حسين يطلع اسكندريه يحط الجدول المصري، الجدول اقدم دوري في القاره الافريقيه على الشرق الاوسط، يروح يحط يقول لك انا بقعد في اسكندريه باجر 5 ايام 4 ليالي في شقه واشرب كوبايه الشاي واحط الجدول. فطبعا لازم تبقى في حاجه غلط، لازم تبقى في حاجه غلط مننا كلنا، ومن رؤساء الانديه اللي ساكتين، ومن الناس كلها اللي ساكته. ازاي انت بتسمع حاجه زي كده وساكت؟ يعني ايه ده؟ يعني في حاجه كده في الدنيا؟ مفيش. ده المفروض اصلا يعني اقل حاجه في ابلكيشن بيعمل لك الدوري، لكن احنا مش عايزين الحاجات دي. احنا عايزين احنا اللي نحط الدوري، انا اللي احط المطوشه، وبعدين هو كده كده بيبقى حاططها وهو فاهم ان انا كده كده هغيرها. دي نقطه. في بقى حاجه تانية معلش عايز اتكلم فيها. هل عمرك شفتها اللي امبارح في بيراميدز الواد خد احسن لاعب في الاومان اوف ذا ماتش، مش لاقيين الجايزه؟ دي نقطه. في بقى نقطه تانية اكتشفتها النهارده، كنت بسمع كابتن شوبير بيقول لك ايه بقى. كابتن عامر حسين هو اللي بيقول مين المان اوف ذا ماتش. طب دلوقتي حضرتك بيبقى في ماتش الساعه 7 للاهلي وماتش الساعه 7 للزمالك، انت بتتفرج على انهي ماتش؟ وبتقرر بناء على ايه؟ وايه إيه يعني ايه هي المواصفات اللي انتوا بتختاروا منها مان اوف ذا ماتش؟ ما تعرفش، مفيش حاجه تعرفها. وبالنسبه للاهلاويه مش مهم تعرف كل دول. يعني كل الكلام اللي انا قلته ده بقى مش فارق مع الاهلاويه اصلا. كل اللي فارق معاه اللي انا يا اما حسين لبيبي هيبقى حنفي، يا اما انا هاخد ال3 نقط. هو برضه عارف انا بيدور على مصلحته فين، لكن بيدور على النزاهه، على الشرف، على المسابقه، على اللي انا العب كوره نظيفه، اللي انا اخد دوري فعلا تعبت فيه. مفيش الكلام ده. انا المهم اخده بتحكيم، اخده بتزوير، اخده بمجاملات، اخده زي ما اخده، المهم البسه في الاخر. لكن يبقى في مسابقه وبتاع ونظام وفي عدل وكله ياخد حقه، مش هتلاقيها موجوده دي. وهم مش هيبقوا حابينها، ولا عمرهم هيدوها لك، لان هو ما فيش غير النادي الاهلي.